ربيعة المنصوري، رئيسة جمعية إشراقة الفاسية تيفي. طبعا حنا كنتواجدوا اليوم بمؤسسة بنو حنبل طريق مسار للاحتفال بعملية الفرز والتوزيع ديال البذور، وبالتالي بحضور النائب المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والسيدة النائبة المحترمة. سيتم توزيع البذور، وغادي نحاولوا نغرسوا بعض البذور بحضور التلاميذ باش نعلموهم عملية الغرس. وإن شاء الله هذا الموسم الأول كنتمناو إن شاء الله الموسم الثاني يكون بحضور مدارس أكثر، لأن الموسم الأول شهد حضور 3 مدارس فقط. كنتمناو إن شاء الله الموسم الثاني يكون بحضور مدارس أكثر باش تعم الفائدة ديال هذا بنك البذور، ويتعلموا الأطفال أنهم يحتفظوا بالبذور وما يرميوهاش في القمامة، لأن البذرة هي فيها دورة الحياة ويجب الاحتفاظ بها لزرعها من جديد ولزرع الحياة. السيدة المرساوي زهور، أستاذة مادة الجمعيات متقاعدة فاعلة جمعوية الآن في المجال البيئي. هذه المبادرة يعني تبلورات، والآن وصلنا للمرحلة ديال الزرع إن شاء الله، اعتبار أن الفصل هو فصل مطير الحمد لله والتربة رطبة. إذا كنستغلوا الفرصة الآن في مؤسسة التربوية بنو حنبل. مشكور السيد المدير والسي عبد الرحيم، يعني استجب الدعوة ديالنا وتجاوب مع الفكرة. احنا الأهداف ديال هذا المشروع بنك البذور اللي تقاسمته مع الأستاذة ربيعة المنصوري، رئيسة جمعية مجلة إشراقة الفاسية. هذا الأهداف بشكل عام هو أن هذا الطفل أو الناشئة نزرعوا فيها حب البيئة، حب الطبيعة، لأن هو الطفل اليوم رجل المستقبل، والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر طبيعة الحال، لأن غادي يتعلم أولا يتفاعل مع النبتة مع التربة، وبالتالي غيحترم النبتة والتربة سواء داخل المؤسسة ديالو أو خارج المؤسسة، في المنتزهات، في الحدائق العمومية، في الغابات، يعني غيبدا يحترم النبت. وبما أنه هو رجل المستقبل إذن غادي يتعلم الحفاظ على النبتة، ويعرف على أن داخل كل بذرة كاينة الحياة. والآن يعني الموسم ديال البذور، موسم ديال الفواكه، فأي فاكهة خدا منها البذرة يحتفظ بها، ينشفها ويزرعها، وإن شاء الله يكون البيئي للمستقبل، الرجل البيئي للمستقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كما باسمي وباسم العاملين بمدرسة بنو حنبل نشكر منبر فاسية تيفي على هذه التغطية الإعلامية لواحد الحدث اللي هو جديد داخل المنظومة التربوية بالمديرية الإقليمية بفاس، لمساهمة جمعية إشراقة الفاسية بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس والمديرية الإقليمية بفاس. هذا الحدث اليوم هو كيفية زرع البذور بعد أن جمعها التلاميذ الصغار من خلال طاولتهم داخل منازلهم من حبات التمر والأفوكا وجميع أنواع الحبوب، الزيتون إلى غير ذلك. سنعمل هذا اليوم مع جمعية إشراقة الفاسية على طريقة غرس هذه البذور حتى يتمكن التلاميذ على الصعيد قرب محيطهم أن يقوموا بزرع هذه البذور لتخلف شجرة. هذه الشجرة نحن في حاجة إليها كمتنفس لمدينة فاس، فيها حبوب، بها تمر، نخل إلى غير ذلك. شكرا لجمعية إشراقة الفاسية على هذا العمل الجبار، شكرا للمساهمين في هذه العملية، والسلام عليكم.